المشاهدة، ولا بد أيضًا على الفيفا أن تتدخل من أجل يعني وضع هذا الملعب أو إلغائه تمامًا، لأن الاتحادية والجامعة المغربية الملكية غير جاهزة تمامًا لاحتضان كان غير جاهزة على مستوى الملاعب، على مستوى التنظيم، على مستوى النقل، على مستوى الفندقة أيضًا. الأمور هناك لا تدعو أو لا تبعث الملعب الفضيحة، وهذا واش نوصفوه قليل، لأنه ملعب تصبت يعني أمطار قليلة ماشي أمطار كبيرة وشوف واش صرا، فما بالك لو تصب أمطار غزيرة وكثيفة يوم مباريات كان هو لما تشوفهم برا يبان لك شباب والأضواء والأمور الجميلة، لكن عندما تدخل يعني بالعامية نقولوا راسك يحبس، لأنه ملعب كارثي. المياه السلام عليكم ومرحبا بكم. مازال ما بغات تبدليهم يا خو، ويستمر البكاء ديال الاعلام الجزائري والنفاق ديال الاعلام الجزائري باش تعرفوا كيسوقوا واحد الصوره كاذبه للشعب الجزائري. في الاول بينوا الصور ديال مركب الامير مولاي عبد الله، هذه حاجه الاولى. في الثاني بينوا المركب ديال الامير، عفوا، المركب ديال المدينه اللي كان سميتو ملعب البريد، وبينوا فيه فعلا ما كانش كتامل دوك السقف ديالو. وفاش طاح الشتا عادي، حتى في البرنابيو شفنا التصاور ديال البرنابيو، وملي كتكون الشتا كتيفه بواحد القوه كتيفه راه كطيح. وامطار الخير طاحت على المملكه والحمد لله. وهذا هو التجربه باش ممكن المغرب يصلح هذا الشيء قبل من بدايه كاس افريقيا، عادي جدا. ولكن الكذب ديال هذا النفاق هادو ديال هذا الاعلام الجزائري قال لك الملعب اللي غيلعبوا فيه هو هذا الملعب اللي كيهضروا عليه، ماشي هو اللي غيلعبوا فيه. هما غيلعبوا في ملعب مولاي الحسن، وما بينوا حتى شي صوره من ملعب مولاي الحسن في هذا الروبورتاج، وانتم غتشوفوا معايا الاخوان ديالي. فحنا هنا باش نفضحوهم، حنا ما تنتهربوش من الواقع. فعلا شفنا في ديك الخطره في المانيا في كاس اوروبا، ملي كتكون الشتا يعني بواحد القوه راه عادي جدا. ما يمكنش سميتو الماء كيكون بواحد القوه وكيسيل عادي، طراس في البرنابيو طراس. ولكن هادو ملاعب جداد عاد تبناو، يعني مازال ما استكملوش 100%، ومازال ما تسلموش للكاف. ولكن الحقد ديالهم والكره ديالهم علاش المغرب دالهم كاس افريقيا مازال لحدود لحظات. يقول لك المغرب ما واش، قالك ما عنده بنيه تحتيه، ما عنده ملاعب، ما عنده طرقات. وراه حتى في طنجه يعني كانت بعض البلايص اللي تسال منهم الماء. علاش؟ لان كميه الامطار تبارك الله كبيره وكبيره. ولكن هادشي كله غادي يتصلح ان شاء الله، وهذا هذه تجربه وخبره. المهم في هادشي هذا هو الارضيات ديال الملاعب كانوا ارضيات عالميين باعتراف ديال الجميع. يعني هاد الشتا كامله اللي طاحت ما شفنا قلاتي ديال الماء في الارض، ما شفنا الغازو كيطير، ما شفنا ماشي بحال شحال هادي في ملعب يعني اللي كان طرا وجبدوا ديك الكراطه. اليوم ما كاينش هذا الامر هذا. الغطاء ديال سميتو عادي غيتصح داكشي. ولكن هاد الاعلام الكرغولي فهم كيستغلوا الظروف. غنمشيو نضحكوا شي شويه على العالم الاخر، اقسم لكم بالله. المهم بارطاجيو خوتي باش نحاولوا نفضحوهم، لان لو لقاو صوره واحده الملعب ديال مولاي الحسن كيقطر لا كانوا داروها. ولكن ما داروهاش. المنتخب ديالهم غيلعب في مولاي الحسن وهما تيهضروا على ملاعب اخرى. فهنا كيزيدوا ياكدوا بانهم مضرورين من المغرب. فاللهم رزقنا الغيث، المطر النافع. المغاربه كاملين كانوا كيتمناو ويطلبوا المطر. هذا المشكل اللي طرا في الملاعب حنا ما كنتهربوا من حتى شي حاجه. فعلا كانت بعض المشاكل، حنا كنعرفوا التركيب ديال السقف. كاينين بعض البلايص اللي مازال ما تسالاوش، ممكن تخدم عليهم الامور وتهناو. عطيتكم امثله، راه الفيديو كيدور ديال الملعب ديال مدريد البرنابيو، فاش كتكون شي عاصفه رعديه كبيره فما يمكنش السقف ما يتحملش، فالماء كيكون كثيف وكيدخل. شفنا في المانيا. يعني هادشي عادي جدا. ولكن هما كيطلبوا من الفيفا ومن الكاف تدخلوا بان المغرب ما جاهزش. والعقده ديال ان المغرب حيد لهم هذا الكاس الافريقيه ما غاديش. راه قلت لكم في فيديوهات سابقه، الناس اللي متبعيني راه تيعرفوني، قلت لكم راه ما غيسكتوا حتى يتسالى كاس افريقيا. راه مادام كاس افريقيا مازال ما تلعباتش هما ما غاديش يسكتوا. كيهضروا على التيكيات، قال لك دول اخرين في ساعتين كتعطيهم الفيزا، والجزائريين 25 ساعه 26 ساعه ما كيبغيوش يعطيونا الفيزا وكيحقدوا علينا وكيديروا لنا. وهادشي غير في الادمغه ديالهم. راه الجزائريين في اوروبا
الناس اللي كنحترموهم وكنقدروهم والجزائريين الحرار راه خداو لي تيكي ديالهم وغايجيو يتفرجوا عادي جدا. وكما شحال هادي فاش كانوا ناضوا دوك المظاهرات ديال جيل زاد، ناضوا تيقولك لا خصك تحيد المغرب. اليوم تيزيدوا يعاودوا ياكدوا، هنا تزيدوا نهار على نهار تيأكدوا بان المغرب العقده ديالهم الابديه، وبان الملعب اللي غادي يلعبوا فيه راه ما فيه حتى شي اشكال، ومازال غيتلعب فيه غدا ان شاء الله المباراه النهائيه ما بين نيجيريا والكونغو، يعني باش نشوفوا شكون اللي غيربح فيهم اللي غيتاهل لكاس العالم. وغدا تفرجوا شوفوا بعينيكم وتفرجوا الا كانت شي اشكالات في ذاك الملعب غتكون تصلحات في هاد اليومين. بالنسبه للارضيه المغاربه انتقدوا بان الخطوط الملاعب كانت شويه باهته، ولكن كما قلت لكم هذه البدايه، وراه شفنا باش تبني ملعب في 8 شهور ما يمكنش انك يعني ويزربوا عليك باش انك تنظم هذه المباراه. فعادي جدا هادشي اللي كيطرا في المغرب. حنا ما كنحشموش وما كنخافوش وكنقولوا الواقع وما تنكذبوش على الجمهور المغربي، ماشي بحالكم يا صحافه الزيغو يا صحافه العار. ف موتوا في غيظكم وغتبقاو كتطرطقوا حتى المغرب غينظم كاس افريقيا. احبه من احببتوا جميع يعني الحلول باش انكم تحيدوا المغرب، مشيتوا للكاف مشيتوا للفيفا بغيتوا تعطيو رشاوي، حتى الفلوس ما بقاوش عندكم باش انكم تعطيو رشاوي للدول الصحراء. هاكم شفتوا مجلس الامن سالا مع باباكم، يعني شنو بقى لكم؟ هو البكا في البلاطويات. ها نتوما راكم جالسين كتبكيو كل نهار، كنطلعوا كنشوفكم كتبكيو، وهذا يعني حنا كيعجبنا من كنشوفكم كتبكيو. كنضحكوا عليكم، كنعرفوا بانكم فعلا مضرورين. هذا هو الواقع، هذه الحقيقه. نشوفكم فيديو جديد والسلام عليكم.